السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني. ايه رأيكم بقى في الفيديو الجامد دوت؟ فظيع. عايزة اقول لكم دي من الكيكة اللي عملتها معاكم اول امبارح. بصوا بقى، تعالوا صلوا على النبي الاول قبل ما نبدأ الفيديو. انا كان عندي كيكة طبعا زي ما انتم شايفين كده. من اللي انا كنت عاملاها فاضت، فهي مادام بقى خلاص فضت، انا عارفه ومتاكده فين وفين لما هيرجعوا ليها وهتكون نشفت. قلت لا، تعالوا بقى احنا هنعملها ايه، سرسرور هتبقى خطيره. تعالوا بقى، انا ضربتها في الكبه بتاعتي زي ما انتم شايفين. طبعا لما اتضربت الكميه زادت، ضربتها جامد جدا جدا لما خليتها ايه زي ما انتم شايفين. جبت اتنين من الدانت الدانت اللي هي الشوكولاته الدانت ديت، وهنزل عليها. يبقى انا جبت الكيك بتاعي اللي فاض، اوعي ترمي الكيك. ضربته في الكبه ضربه حلوه، نزلت عليه بالاتنين دانت. كان عندي نوتيلا، نزلت عليه بمعلقه من نوتيلا والكاكاو الخام. ونزلت عليه بكام معلقه كده، حبه من اللبن، علشان خاطر العجينه ما تبقاش تقيله، عايزاها تبقى سلسه في ايدي. مسكتها وعجنتها وقلبتها لحد ما بقت معانا عجينه بالمنظر ده. هاجي هنا هجيب بوله هحط فيها 3 معالق من السكر ونص كوبايه من الميه المتلجه، وهجيب عليها كيس كريم جانتيه بالفراوله، انت حره، فراوله، شوكولاته، كريمه، اللي انت عاوزاه. انا المتوفر عندي كان فراوله. وهمسكه هضربه جامد جدا جدا جدا، واسيبه واحط فيه الكميه اللي انا عينتها، لان انا عينت من الكيك حبه عشان احطهم في الكريم جانتيه. يعني حبه بقى بالشوكولاته وحبه بقى ايه بالفراوله. همسكها كده واجيب عليها استرتش من تحت واسترتش من فوق، وهفردها كويس قوي لحد ما تبقى قصادي عجينه مفروده زي ما انتوا ايه شايفين. اهم حاجه تحطوا الورق الفويل، تحطوا الورق الاسترتش عشان تعرفوا تظبطوا الدنيا. انا هسويها من الجناب. بصوا سويتها بقت تحفه ازاي. جبت الكريم الجانتيه اللي انا حاطه فيه كميه الكيك بتاعي، وهفرشها كده عليه. بصوا ركزوا بقى. وبعد كده هلفها رور، هلف رور رور كده، هتبقى سهله معاكي وسلسه جدا. اوعي بقى ترموا حاجه في الزمن اللي احنا فيه ده. بصوا اهو، لفي لفي لفي. انتي اصلا الحاجه لما قلت لكم 100 مره، الحاجه لما تبقى ساقعه تبقى اسهل. انا لفيتها بالمنظر ده وحطيتها ليله كامله في الفريزر عشان تبقى متماسكه. اهي بقول لكم هنحطها، وما تقلقوش من اي حاجه، في كريم جانتيه ساح، في ده ساح، ولا اي حاجه. كله هيتحط الفريزر هيبقى مية مية مية. انا طلعتها بعد ليله كامله، بس انا صراحه مش عارفه يعني، كانت الصبح ونسيت اللي انا بصور، افتكرت بعد والله ما قطعتها، اللي انا ما صورتهاش لما طلعتها. على العموم هو مفيش اي حاجه، انا طلعتها من الفريزر، فكيت الاسترتش ورحت قطعه ترانشات زي الكيك. بصوا بقى الجمال، اكنك بتاكلي حاجه متلجه كده. بصوا فظيعه ما شاء الله، الله اكبر. لو انتوا معايا لحد هنا الاول صلوا على النبي. عايزه اقول لكم روعه 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 فظيعه، حاجه كده ساقعه وبتعمل فراوله طبعا عشان الكريم جانتيه. شفتوا بقى؟ يعني انا عملت من الكيك اكلنا بيه مره، والمره التانية عملت بيه اختراع تاني. لازم يا جماعه تشغلوا دماغكم. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، فيديو اللي انت اوعي لو عندك بواقي كيكه ترميها. لو الفيديو عجبك منك ليه، ما تنسينيش في اللايك والشير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي.